في عدو شغال 24 ساعة، لا بينام ولا بيتعب ولا حتى بيزهق. مش بيجي يخوفك ولا بيظهر لك بشكله الحقيقي، لكنه داخل حياتك من كل باب مفتوح أو من كل فكرة. الشيطان مش بيغويك بالعنف، هو بيغويك بالمنطق، بالإغراء، وإنه يلبس الباطل لبس الحق. النهاردة في برين بايتس بودكاست هنفهم إزاي بيلعب علينا، وإزاي نوقفه قبل ما ياخدنا خطوة بعيد عن نفسنا وبعيد عن ربنا. هيزين لك الخطأ وكأنه حرية، هيخليك تحس إن مفيش حاجة اسمها غلط، المهم إن أنت مبسوط. هيبيع لك الحرية على إنك تعمل اللي نفسك فيه حتى لو هتأذي نفسك، زي واحد بيكذب عشان ما يخسرش حد، أو يخون عشان يلاقي نفسه. بس في الحقيقة إن كل خطوة من دي بتبعدك عن حقيقتك وبتربطك أكتر بخيوط وهمية، والأهم من كل ده إنها بتبعدك عن ربنا. يزرع الشك جواك في كل حاجة، يشككك في ربك وفي دينك وفي نفسك، في كل اللي حواليك. الشك ده مش بيحررك، الشك بيشلك، يخليك عايش في دايرة مش عارف تطلع منها، ودايما حاسس إنك تايه. يخليك دايما مشغول لدرجة إنك مش سامع صوت قلبك. ما بين الموبايل والسوشيال ميديا والجري ورا الفلوس، كل ده بيضيع منك أهم حاجة، نفسك. واللي بيفقد نفسه الشيطان بيلاقيه بسهولة، وكمان بيستغل غرورك، هيقنعك إنك دايما على حق، وإن رأيك أهم حاجة، وإنك تستاهل كل حاجة حلوة حتى لو على حساب أقرب الناس ليك. تلاقي نفسك بتبرر ظلم أو تنسى فضل ناس عليك، وكل ده في سبيل أنا. وكل ما الأنا كبرت، القلب ينشف والعلاقات بتبوظ.